السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة ميمي. في فيديو اليوم حنشوفوا مع بعض وصفة مقروط اللوز بمقادير مضبوطة وكمية قليلة لتقدروا كامل تجربوهم في المنزل مع جميع أسرار اللي خبوهم عليكم في الورشات باش يخرج لكم مقروط اللوز معسل ويبقى محافظ على طراوته لأطول مدة. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم بكل جديد، وخلوا لي جيم وكومنتير، دعمكم يشجعني باش نقدم لكم الأفضل. ونبداو مباشرة بالوصفة اللي حنقدمها لكم بطريقتين. الطريقة الأولى نعطيها لكم بالكيلة، والطريقة الثانية بالميزان هكا باش المبتدئات يكونوا عندهم المقادير المضبوطة. تبعوا معايا فقط الخطوات. أول حاجة نبداو بها وهي نجيبوا 3 كيلات ممسوحين من اللوز المطحون. وجوني أسئلة بزاف في التعليقات الفيديوهات السابقة يسقسوا فيا كيفاش نرحي اللوز. انا نرحيه في الاشواق راني مخلياته خصيصا للمكسرات، وانتم تتحكموا بالدرجه اللي لازم توصلوا ليها. وكيما هنا في المقروط اللوز نطحنوه رقيق. والمعروف في الوصفه هذه نديروا 3 كيلات من اللوز المطحون مع كيلة ناقصة أسبوعين من السكر. ولكن المشكلة اللي يواجهها الكثير خاصة المبتدئات أن السكر ما يذوبلكمش وتحسوا به كي تكونوا تاكلوا. والسر في هذه الوصفة باش يذوبلكم السكر ومقروط اللوز تاعكم يجي معسل، نخلطوا السكر مع البيض بعد ما نكونوا درنا 3 كيلات تاع لوز وحطيناهم بجهة. كما شفتوا خرجت لي انا في الكيلة تاعي 809 غرامات مع الكيلة تاع السكر اللي ناقصه اسبوعين. تانيك عاود وزنتها لكم باش تشوفوا الميزان تاعها، خرجت لنا 304 غرامات. نحكموا الكيلة تاعنا تاع السكر ونحطوها مع البيض باش يذوب لنا السكر تماما. وهنايا العبر اللي درتوه هما 2 حبات تاع بيض كاملين مع صفار اللي كنتو درتوه في الاول كيما لاحظتوا، ونزيدوا لها 3 مغارف كبار تاع ماء الزهر وراح يساعد السكر تاعنا باش يذوب. ونزيدوا مغرفه صغيره تاع لافاني على جريحه البيض. نخلطوا كامل المكونات مع بعض ونخلوهم يباتوا ليله كامله باش يذوب لنا السكر تماما. ولا نقدروا نخلوهم كيما خليتهم انا حوالي 4 ساعات. نغطوهم جيدا ونخلوهم في الثلاجه. انا ما حبيتش نخليهم يباتوا ليله كامله لاني هنخلط لافاغس تاعي ونخليها تبات وكان ما يكونش عندي مشكله تاع السكر ويذوب لنا. ملاحظه نمدها لكم، اذا ضعفتوا المقادير ولا كانت عندكم طلبيه كبيره راح تخدموها، من الاحسن ترحيوا السكر تاعكم، يعني تحطوه في الاشواغ وترحوه جيدا. وكي ديروا الخليط هذا تاع بين البيض مع زهر ولا فاني خلوه يبات ليله كامله باش تتاكدوا بلي السكر تاعكم ذاب تماما، لانه كل ما تكون كميه كبيره كل ما السكر تكون فيه صعوبه باش يذوب لكم. وهذه هي الطريقه اللي نستعملها كي تكون عندي كميه كبيره، يعني نرحي السكر بعدها نخلطها مع البيض ونخليهم يباتوا ونزيد ندير لافاغس تاعي ونخليها تبات هكا باش نضمن السكر تاعنا يذوب ومقروط اللوز يجيكم معسل. وكيما كاين اللي يرحيو السكر مع اللوز، وهذه الطريقه ناجحه وكاين بزاف اللي يعتمدوها. انا ما حبيتش نذكرها في الفيديو باش ما نتلفها لكمش، ولكن حتمدلنا نفس النتيجه. وكيما شفتوا الكيلة تاع السكر اللي درناها وزدنا لها 2 حبات بيض كاملين وصفار وخليناها تريح حوالي 4 ساعات. خلطناها بعد ما ريحت وبدينا نلمو في اللوز تاعنا غير بشويه، ولكن كمية هذه ما كفاتنيش، زدت لها حبة كاملة تاع بيض وصفار. ومقروط اللوز كي نبداو نلمو فيه دايما نلموه بزوج حبات كاملين تاع بيض مع صفار. وكيما شفتوا درت 2 حبات كومبلي تاع بيض مع صفار. بعدها لو كان عاود زدت نفس الكمية، يعني 2 حبات كاملين تاع بيض مع صفار، راح تكون لافاغس تاعي بزاف خفيفه. ولهذا مع الاخير زدت لها فقط حبه بيض كامله مع صفار وتلمت لي. يعني بالمختصر المفيد الكميه هذه تاع اللوز ادات لي 3 حبات بيض كاملين و2 صفار. يعني كي تبداو تلموا في مقروط اللوز تاعكم دائما نمشوا بزوج حبات بيض كاملين وصفار. واذا كانت كميه قليله تحتاجوها تاع بيض زيدوا لها صفار اللي حيخلي المقروط اللوز تاعنا معسل ويبقى ناطري لاطول مده. وبعد ما تلمت لي حطيتها في لو بلان دو طرافاي واستعملت كف اليدين، ما نعجنوهاش ولكن استعملوا هذه الطريقه باش مقروط اللوز تاعنا يجي معسل ويذوب لنا السكر اللي فيه. ونكملوا هكا حوالي 5 دقائق. بعدها نزيدوا لها مغرفه صغيره تاع زبده وندخلوها كامل في مقروط اللوز
وهذا هو القوام اللي لازم نوصلوا ليه. نخلوها ترتاح في الثلاجة ليلة كاملة، واذا لاحظتوا راهي تبان لكم طريه هنايا، ولكن كي تبات في الثلاجة ليلة كاملة حيشرب لنا اللوز وتتماسك اكثر. وتقدروا تزيدوا لها صفار بيضاء اذا شتوها نشفت بزاف بعد ما باتت. يعني شوفوا هنايا بعد ما باتت لنا في الثلاجة القوام اللي وصلت ليه، ولكن نتوما اذا شتوها بلي القوام تاعها راهو بزاف متماسك، ما عليكم غير تزيدوا لها صفار بيضاء وتكونوا وصلتوا للقوام المطلوب. ونزيدوا لها كمية من مبشور الليمون باللون الأصفر من الأحسن، رايح يقضينا على رائحة البيض ويعطينا ريحة شابة ومذاق بنين. وندخلوا في لافاخس بلا ما نعجنو بنفس الطريقة اللي كنا درنا بها البيض في اليوم اللي قبله، يعني نلموها غير بكف اليدين هكا، نتأكدوا بلي مبشور الليمون توزع عنا على كامل مقروط اللوز. وبالنسبة للأدوات اللي نسحقوهم، من الأحسن تكون عندكم قطاعة كيما هذه اللي تقطع لنا مقروط اللوز ويجونا كامل حبات كيف كيف، مع دي كوبات اللي حيساعدونا نقطعوا بهم مقروط اللوز ونزيد نسقموا بهم الشكل تاعو. وباش نتحصلوه على حبات متساويه نرشوا الفارينه في لو بلان دو طرافاي ونحلوا كامل الكميه تاع اللوز اللي عندنا على شكل حربوش باش نتحصلوا في الاخير على حبات يكونوا كامل كيف كيف وبنفس العلو والحجم. حكمت كامل الكمية وقسمت على 2 وبديت نحل فيها على شكل حربوش بطريقة متساوية، ودايما نتأكد بلي راهم بنفس العلو. نخليو دايما الحربوش تاعنا على شكل مستقيم. بعدها نجيبو الأداة تاعنا اللي دير لنا لتخاص تاع المقروطات ونحطوها غير من الأعلى باش تبان لنا الحبات، ونجيبو لاكوبات ونبداو نقطعو بهذه الطريقة كامل الحبات تاعنا. وباش نتحصلوا على نتيجة شابة والشكل تاع المقروطة يبقى نشباب وبومبي، ما علينا غير نجيبو لي كوبات اللي نعاونو روحنا بلا فارين باش ما يلصقوناش في المقروط اللوز ونسقموها بهذه الطريقة كما راهي واضحة في الفيديو بلا ما نخسروا الشكل تاع المقروطة، ونبقى محافظين على الحجم تاعها. ودايما في حلوياتي كي نبدا نخدم فيهم نفضل نشكل كامل الحبات بعدها نبدا نطيب، يعني كملت شكلت كامل الحبات تاوعي ومريت للمرحله تاع الطياب. ويطيبونا على 170 درجه لمده ربع ساعه، ولازم نديروهم فوق بابي كويسون باش ما يسقوناش في السنيوه. والاخطاء المنتشره واللي يوقعوا فيها الكثير يقولك مقروط اللوز يدخل ويخرج فيه غير البيض ينشف النم، ولكن عكس ذلك كما راكم تشوفوا لازم يطيب لنا مليح مقروط اللوز باش ينشف كامل البيض اللي فيه ويذوب السكر اللي فيه ويتعسلنا. ونمروا لتحضير السيرو اللي فيه فنجان تاع سكر مع 2 فناجل تاع الماء، شريحة من الليمون، نخليوهم يغليو لمدة ربع ساعة ونحوهم من النار. وبعد ما يبرد لنا السيرو نمروا لمرحلة التسكر اللي حنسكروا مقروط اللوز بطريقة وما تخليش السكر الناعم ييبس ويدير لنا هذيك الطبقة اللي تتكسر من الفوق. ودخلناهم كامل في السيرو وحطيناهم فوق بابي باش يشربونا كامل هذيك السيرو الزائد. وبعدها نجيبوا السكر ناعم، وانا نستعمل السكر المرجان في التسكر، نديرو طبقة رقيقة. ومن الاحسن دايما نحب انا نسكر في ريسيبيون اللي يكون شوية ملموم هكا، ما تديريش بزاف من السكر الناعم وتكون الخدمة ملمومة. حنمد لكم نصيحة في اخر الفيديو، لذلك تابعوا معايا الفيديو للاخير باش ما تفوتوا حتى سر من اسرار الورشات وتنجح لكم الوصفة من اول تجربة. وبعد ما درنا كمية من السكر الناعم نروحوا نحكموا الحبة تاع مقروط اللوز ونزيدوا نشفوهم، ما نديروهمش هكا مباشرة فوق السكر الناعم، لانه هذه هي اللي حدير لنا طبقة وتجبس لنا مع الوقت. نخلو الحبة تاعنا فيها كمية صغيرة غير باش يلصق لنا السكر فيها، ونعاودوا نجيبوا السكر الناعم ونرشوا من الفوق، ولا حتى تقدروا ترمدوها في السكر اللي يكون في الاناء. المهم الحبة تكون مغطية تماما بالسكر الناعم، يعني حتى في الأطراف. نجيبو حبة بحبة ونبداو نمسحو فيها كامل بالسكر الناعم. طريقة جد واضحة في الفيديو، وإن شاء الله طريقة الشرح أيضا تكون مفهومة. خطوة أولى نحكمو السكر الناعم ونضغطو كما راكم تشوفوا في كامل الأطراف والجهات، وبعدها نبداو نمسحو في الحبة ونحو كامل السكر الزائد. ونجيبو السكر اللي يكون جديد جبتو من الكيس ماشي من الإناء، لأن تاع الإناء يعتبر خلاص تشمخ، نعاودو نرمدو فيه المقروطات فقط. واللي نغرب لهم الفوقه لازم يكون من الكيس وماشي من الديب باش يحافظ لنا على الشكل الخارجي. وهذه هي الحبه تاع مقروط اللوز. بعد ما كملناها نكملوا بنفس الطريقه جميع الحبات ونمروا لمرحله التزيين. تقدروا تخلوه كيما راهو وبالشكل اللي تعودنا عليه لانها وصفه تقليديه، ولا حتى نديروا لها تزيين خفيف. وانا اخترت نشبعها بالاوراق اللي حتكون باللون الوردي، واستعملت فيها هذه القطعات تاع الاوراق ماشي الكبيره كامل وماشي صغيره
صغيرة كامل، يعني الحجم الأصغر اللي يجي تحت الكبيرة، ونجيبوا فيها هذه لومبرانت اللي حديرنا البصمة تاع الورقة، ونحط الورقة اللي بعجينة السكر في الوسط ونضغطه حتى يخرج لنا لومبرانت تاع الورقة. واستعملت هنايا عجينة سكر وان ميكس، كما تقدروا تستعملوا أي نوع من عجينة سكر، المهم تكون عجينة السكر الخاصة بالورود. ونعاونوا روحنا دايما بالمايزينا، وبعدها حطيتها فوق هذا التابي الخاص بالورود، واستعملت هذه الأداة باش نخرج كامل الأطراف تاع الورقة باش نتحصلوا على هذا الشكل في الأخير. ونديروا اللون بان بانسو. هنا اللون اللي استعملته كنت حطيته لكم ديجا في الفيديو السابق تاع الكعكات، هو اللون الوردي اللي يجي في الأكياس، وضفت له القليل من اللون الأحمر الكرز. واللي مهتمة وحابة تعرف اللون تدخل في الفيديو السابق وتلقى اللون بالتفصيل. وكما راكم تشوفوا حطيت اللون غير في الأطراف باش نتحصل على تدرجات من اللون الوردي، يعني خرجت لنا من الأبيض حتى للون الوردي. بعدها نحكموا الورقة بهذه الطريقة ونطويوها في الوسط ونخلوها تيبس بهذه الطريقة. إذا حبيتوا تيبس لكم بالخف ما عليكم غير ديروا في عجينة سكر التيلوز. وللأمانة أنا شكلتهم ولونتهم وخليتهم يبسوا بلا ما نستعمل التيلوز، يعني خليت لهم الوقت فقط، لأنه أول حاجة نديرها هي تشكيل الورود كي تكون عندي طلبية من هذا النوع اللي يكون فيها تزيين بعجينة السكر. وهذه هي شكلت كامل الأوراق تاوعي وخليتهم يبسوا بهذه الطريقة باش ما تنفتحناش الورقة. وبعد ما سكرت مقروط اللوز ودرتو كامل في الفوالو ليكيسات اللي اخترتهم باللون الأبيض، نحيو كمية قليلة من السكر ناعم من الأعلى ونبداو نلصقوا في الأوراق تاوعنا بالطلية، لأنهم مش حيلصقونا فوق السكر الناعم، لازم نحو شوية هكا باش يلصقونا. وبالنسبة للطلية أنا كانت عندي طلية جديدة اللي خدمتها في طلبية أخرى، كما تقدروا نتوما تخدموا كمية قليلة من الطلية، ديروا لها شوية سكر ناعم شوية ليمون والقليل من ماء الزهر، وخلوها ثقيلة شوية هكا باش تقدروا تلصقوا الأوراق تاعكم. هذه هي الطريقة وهذه هي الوصفة تاعنا. ونعطيكم نصيحة اللي قلت لكم خليها لكم في آخر الفيديو اللي حتساعد المبتدئات ولا اللي متخوفين من الوصفة ولا عندهم مشاكل مع الوصفة من قبل. كي تبداو تخدموا في المقروط اللوز تاعكم، قبل ما تبداو طيبوا فيه وقبل ما تشكلوا المقروطات، ديروا كميه قليله من لافارس اللي يشكلوا على شكل كويره وحطوها طيب، وشوفوا مقروط اللوز تاعكم اذا فيه اي مشكل، يعني اذا استو فيه السكر يعني خاصو القليل من البيض، زيدوا له شويه من البيض او صفار البيض. واذا شفتوا المقروط اللوز تاعكم تعسل لكم وطاب لكم الشباب، ثم بداو تشكلوا في المقروطات وطيبوهم وتتحصلوا في الاخير على ابن مقروط اللوز ويجيكم معسل للقلب. نقطه اخرى، الكميه هذه تاع 800 غرام من اللوز خرجت لي حوالي 20 حبه، الحجم تاعهم كان متوسط، يعني الحبه ماهيش صغيره، كما تقدر تخرج لكم حتى 25 حبه بالنسبه للناس اللي حبوا يديروا المقروطات تاعهم شويه صغار على هذو. وبلا ما ننساو اصحاب المشاريع اللي حبوا يعرفوا سعر البيع، اكيد حنعطيكم سعر البيع، ولكن دائما نقول لكم نعطيكم الاسعار تاع البيع حسب سعر اللوز حاليا اللي راهو يدير ب 260 الف، وراني نبيع في مقروط اللوز ب 19 الف للحبه. الحجم تاعها كما راكم تشوفوا ماهوش صغير، وتجيكم الحبه بالطبع. واكيد ما نقدرش نفوت في فيديو ولا نكمل لا فيديو بلا ما نقطع لكم الحبه وتشوفوها كيفاش جات من الداخل طريه ومعسله، والطبقه تاع السكر ماشي يابسه. وصلنا لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي مع وصفه جديده.